عارف ان انتوا قاعدين ان شاء الله، ما خلاص يعني هو الكلمه نفسها تعاقد، بس احنا حابين ان احنا نعمل الجهاز كله. طب يا كابتن بالنسبه للجهاز المعاون، اصر طبعا على وجود الجهاز المعاون، واثنى بشكل كبير جدا على الكابتن اسامه نبيه ودوره الفتره اللي فاتت، وهو طبعا احد اولاده يعني. كابتن حلمي مرن اسامه نبيه طبعا، وجيل كامل بقى هو يكلمكم عليه طبعا، ومدحت عبد الهادي ومعتمد جمال وكابتن حميد وطارق السيد انتوا عارفين حلمي طبعا يعني اكتر مننا كلنا يعني. طب الجهاز بالكامل هيكون الجهاز المعاون اللي موجود حاليا بالاضافه للكابتن ممدوح محمدي منصب الاثنين ومنصب واحد ان شاء الله. الاثنين منصب المدرب العام. وأسامة أنا يعني بإذن الله يعني هنخصصه كمان إن هو يبقى المتحدث الرسمي بإذن الله ابننا، وده المفروض يكبر في وجودنا يعني يكبر هو ابنه يعني. طبعا كابتن ممدوح كفاءة، ولازم تعرفوا برضه انه احد ابناء الزمالك يعني. كابتن حلمي حتى اتعرف بيه في نادي الزمالك يعني هو خده من نادي الزمالك معاه مش العكس يعني. هو معاه دكتوراه في الكوره طبعا، الاعداد البدني محترم جدا. بالتفصيل طب يعني نقدر نقول الكابتن حلمي طلع مدير فني للزمالك، ولكن الاتفاق على تفاصيل ماليه او فيها خدم الكابتن هيستلم على طول بكره يتفرج على الماتش ان شاء الله بتاع الزمالك، ويوم الاثنين استلام رسمي يعني ان شاء الله. طب وجهه نظر حضرتك بقى في الفتره اللي جايه بصرف النظر عن الدوري يعني الدوري دلوقتي يعني في حاجات كثيره جدا انا مش هقدر اتكلم فيها دلوقتي غير لما اقعد مع الاستاذ ممدوح عباس وكابتن ابراهيم ومجلس الاداره، لان في امور كثيره جدا بنتكلم فيها وبنرتبها وبعدين نبقى نطلع نتكلم بعد كده. كابتن حلمي، الناس بتقول ان اي مدير فني الفتره دي للزمالك وجوده مغامره، في ظل ان في يعني ازمه ماليه في الزمالك، اللعيبه اللي عروضها هتخلص، موقفهم مش محدد، حضرتك شايفها ازاي؟ والله الامور دي كلها لسه ما اتكلمناش فيها، واحنا بنقعد كل ده حاجات اعتقد انها بتبقى حاجات داخل البيت، وكلنا عارفين الظروف اللي بتمر بيها مصر كلها وكل انديه مصر بتمر بهذه الظروف، فباذن الله كل شيء بيتحل بالهداوه، وباذن الله هنشوف لكل حاجه حل باذن الله. باذن الله بالتوفيق ان شاء الله. ليك طلبات بالنسبه للاحتياجات الفنيه؟ لسه دي كلام لسه. انت اكيد عارف الفريق وعارف طبعا طبعا يعني لسه ده سابق الاوان، واحنا هنقعد بكره القعده يعني الكبيره باذن الله، وباذن الله كل شيء يتم على خير. هتكون هنا في النادي والله لا ماتش في الهدف احتمال تبقى بره. الماتش بتاع ده بعد دلوقتي الزمالك بيقبل على ماتش الدوري، ماتش الجيش. انت عندك استعداد انك تقاتل الفريق من مباراه الجيش اللي جايه؟ انا طبعا يعني يعني هيبقى يومين اثنين يعني. اسامه موجود بقاله سنه وشويه وسنتين في الفرقه، واسامه جدير بانه يقود في الماتش ده، لان انا يعني مش هعمل اي اضافه خلال اليومين اللي انا يعني. والتدريب هيبقى اعتقد انه التدريب خفيف الاثنين والثلاث ويلعبوا الاربع، فيعني اسامه جدير بهذه المسؤوليه، واسامه قادر لانه هو اللي محتك الفتره اللي فاتت كلها بالفريق يعني. ماذا تحمل كابتن حلمي طولان بحاله اقامه مربع الدعم؟ ايه المشكله؟ خلاص هو جاي مش واحد الزمالك بطولة الدوري، البيت مش غريب عليه يا احمد. مفيش لو جبت احسن مدرب في العالم مش هيوعدك ببطوله، واخد بالك، لان بتحصل متغيرات كثيره جدا، بتحصل امور كثيره جدا، ومش صحيح ان اي مدرب يوعد. المدرب اللي بيوعد ببطوله ويوعد بالكلام ده اعتقد انه بيبقى صادق، واخد بالك. ضروري نتخاطب بالعقل وبالمنطق. اللي انا بملكه كويس قوي ان انا لن ادخل على ناديه باي جهد عشان اخليه في مكان محترم، عشان اخليه نمره واحد، وده الجهد ده اللي انا املكه. لكن ممكن ظروف كتيره جدا بتتحكم في امور اخرى، لكن الجهد ان احنا بنبذل اقصى جهد عشان الزمالك ده يبقى نمره واحد، الزمالك ده يبقى هو نادي بطولات، وده وضع طبيعي جدا انه يبقى نادي بطولات، واحنا بنعمل على ده يعني، بنسعى لده، بنسعى ان الزمالك يستمر نادي بطولات. طب يا كابتن بالنسبه لقائمه ال 25 رايح حضرتك فيها ايه؟ والله لسه انا يعني بالنسبه عموما يعني هي طبعا هتبقى مضره جدا للانديه الكبيره اللي زي نادي الزمالك والنادي الاهلي، هتبقى مضره بالنسبه للانديه دي، هتبقى مفيده للانديه الصغيره اللي صاعده، لان هيسقط لعيبه كتير جدا من الانديه ممكن تروح الانديه دي، لكن مش في صالح
الانديه الكبيره. طب بالنسبه للناشئين يا كابتن، عايز اسال سؤال مهم. الفتره اللي فاتت ما شفناش حد او الجهاز الفني اللي كان موجود معامله خاصه لشيكابالا، خاصه ان هو كان بعيد منذ رحيل الكابتن حسام حسن، كان بيعامله معامله خاصه شويه. معاملتك لشيكابالا خلال الفتره الجايه، وهل هيكون موجود في الفريق وهتطلب ان هو يكون موجود ولا لا؟ شيكابالا موجود. شيكابالا ده ابن النادي، يعني في عروض وكده. لا شيكابالا موجود، دي نمره واحد. حته المعامله الخاصه والحاجات دي حاجات داخليه تبقى بين المدير الفني وبين لاعيبته، واخد بالك؟ ما ينفعش ان الواحد تبقى في العلن، واخد بالك؟ ما ينفعش، واخد بالك؟ لان كل اللعيبه دول لعيبه نادي الزمالك، لعيبه كبار جدا، لعيبه امكانياتها عاليه جدا، كلهم مستواهم الفني والخلقي كلهم عالي جدا، فالكل بيتعامل بشكل محترم، الكل بيتعامل من خلال مفهوم الأسرة، ومن خلال مفهوم التعاون، ومن خلال مفهوم الحب. هو ده اللي اقدر اقوله لك. محمد ابراهيم والله لسه المواضيع بتاعت اللعيبه ديت لسه ما اتكلمناش فيها بتفصيل. ده الكلام ده هيبقى مع الكابتن ابراهيم مع الاستاذ ممدوح، كابتن ابراهيم، حازم، مع كل الناس باذن الله. باذن الله. باذن الله. توفيق يا كابتن. متشكرين يا جماعه.